بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد على افضل الصلاه والسلام. حبايبي الغاليين عاملين ايه؟ يا رب اتمنى تكونوا بخير وفي احسن حال. احنا طبعا النهارده بسم الله ما شاء الله اللهم بارك جايين من عند الفراخ البيضه بتاعتنا. الله اكبر، يعني الحمد لله. بصوا يا جماعه بسم الله ما شاء الله. الناس طبعا اللي متابعه معايا عارفه طبعا الفرخ ده كان عامل ايه في اول ما جبناه، وشايفين هو عامل ازاي دلوقتي. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. يعني ده طبعا بكل اللي احنا عملناه معاه واهتمامنا بيه هو وصل لكده. طبعا انت لو مش هتهتمي وتعملي اللي احنا بنقول عليه، طبعا الفرخ ايه مش هيحول معاكي. لو كان جايه المشكله اللي هي كانت جايه معانا بالنسبه للفرخه دي، الفرخ ده طبعا الناس اللي متابعه معانا عارفه ايه المشاكل اللي احنا مرينا بيها مع الفرخ ده. والناس طبعا اللي جديده علينا ممكن ترجع الفيديوهات القديمه هتعرف احنا كنا ايه ايه المعاناه اللي كانت معانا. بس طبعا ايه مش عشان بنبقى عايزين نقول حاجات جديده في الفيديو، فمش هنعيد اللي حصل تاني. فخلينا ايه في محتوى الفيديو عشان نقول كل اللي احنا عايزينه. طبعا الفرخ طالما انت مظبطه له دنيته والمكان نظيف زي ما انتم شايفين كده، هم قاموا عشان طبعا زي ما انا قلت لكم انا بجوعهم ساعتين. هم قاموا شموا ريحه الخلطه اللي انا عاملاها، فطبعا دي حاجات بتجذبهم. طبعا الاوزان الله اكبر، يعني هي مش زي الدوره اللي فاتت بس احلى. يعني احنا وصلنا لحاجات برضو حلوه. طبعا هعزكم الله فضلاتهم اهي، الفضلات اهي. احنا طبعا ما عندناش اي مشكله اهو. طبعا ده كله راجع ايه للخلطات والحاجات اللي بنعملها. كل 3 ايام بنغير خلطه للاسهال، خلطه لاي حاجه يعني معويه تنفسيه. فاحنا بنقول ايه الخلطات يا جماعه وقايه مش علاج. الخلطات مش علاج، وقايه ان انت ما تخليش الحاجه تيجي. وبرده لو يعني اسهال بسيط او حاجه بسيطه ممكن نعالجها بالاعشاب. بس لو الحاجه زادت كاسهال او كخنفره، لا ده كده لازم تتدخلي بطريقه يعني ما تستنيش. فطبعا ايه هنصلي على الرسول افضل الصلاه والسلام. ما تنسيش حبيبتي الغاليه باللايك، وحبايبي الغاليين اللي ما اشتركوش في القناه يا ريت يشتركوا، وحبايبي اللي مشتركين معايا مشرفين ومنورين وعلى دماغي من فوق. زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. هم طبعا بيشموا الخلطه بيجوا يجروا عليها، لان الخلطه انا معودهم عليها. الخلطه دي يعني بتخليهم ان هم يسحبوا في العلف، بيخليهم ان هم ايه بتنظم الهضم عندهم. الخلطه عباره عن ايه؟ هنصلي على الرسول افضل الصلاه والسلام ونخش على الخلطه ايه حاجه بسيطه النهارده. احنا طبعا كل الاعشاب اللي احنا استعملناها ايه في كل حاجه ولها اوانها. احنا النهارده بقى بنستعمل ايه الخلطه البسيطه اللي هي هتزود معانا الوزن، تفتح الشهيه، حاجات بسيطه جدا اهو. احنا طبعا هنا معانا هما يهجموا معانا هنا ايه العلف اللي هو 21. معانا بقى حبه حلبه، عسل، خميره، البصلايه. طبعا زي ما انتم شايفين الخلطه اهي هم هيهجموا عشان طبعا زي ما قلت لكم انا مجوعاهم عشان ياكلوا الخلطه. بنحط بقى كل ده كده على حبه العلف دول ومجوعينهم عشان طبعا ينزلوا على الخلطه ما يخلوش فيها. هندربها بقى ونحطها لهم ونرجع لكم تاني. طبعا انا حطيت الخلطه طبعا عشان اشوف المنظر ده لازم اكون مجوعاهم ساعه او نص ساعه عشان طبعا يبقى عندهم شهيه مفتوحه، تبقى عندهم الجسم طبعا بيبقى نضيف بقى من اي حاجه، بيبقى ايه الشهيه مفتوحه لان الامعاء فضيت نطفت. فهو ايه بياكل من الخلطه وبياكل ايه بنفس بقى. لكن انت لو حاطه من قدامه الاكل على طول مش هيبقى ليه نفس زي ما انت بتحطي تجوعيه شويه. طبعا هنخش بقى ايه في الكتكوت اللي انا قلت لكم عليه اهو. ده اللي كان صغير يا جماعه بس بسم الله ما شاء الله يعني اهو. هو ملا يعني وبقى حلو عن الاول وياكل اهو. كان الاول معاهم ما بياكلش طبعا لان انا ايه ال 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 انا غيرت العلف وهو طبعا كان ضعيف. هو لازم كل مره كده يحصل لنا واحد كده يجي ضعيف. المره اللي فاتت كان معانا واحد بس جينا وصلنا ليوم ساعه ما ذبحنا كان عامل 2 كيلو وربع، يعني مش وحش حلو. فطبعا احنا كتكوت زي ده معانا مش صحته على قده، ما ينفعش ان انا اديله العلف ال 21. لا لازم اخليني بال 23 معاه لغايه ما ايه ما النمو بتاعه يبقى نص كيلو، عشان طبعا اضمن ان انا اظبط يعني امعائه، اظبط دنيته. لانه لما يجي ياكل الحبايه الكبيره يبقى خلاص كده خد حقه من الحبايه الصغيره. الحبايه الصغيره فيها فيتامينات وفيها عناصر جميله جدا. لازم للكتكوت لغايه ما يوصل معاك نص كيلو. عشان ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله احنا نضفين المكان. طبعا المكان بنمسكه، انا طبعا بمسك معايا مقشه بروح حطها كده شاده الفضلات اللي هي على الوش، واروح نازله بحبه جير وحبه نشاره وخلاص على كده. كل يوم اعملها كده مره كل يوم، لان طبعا ايه الدنيا ما تسيبهاش تعمل ريحه. فلازم طبعا عشان احنا في مدخل البيت فيوميا
الفضلات اللي هي على الوش بتبقى طبعا ناشفه، وبروح حاطه مكانها تاني جير وحاطه انشاره زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بصوا الاوزان كانت معدمه، الناس طبعا اللي متابعانا عارفه اللي احنا بنقوله، والناس طبعا اللي داخله جديده ممكن تخش على الفيديوهات اللي قبل كده وتشوف الفرخ ده كان عامل ايه. والله العظيم يعني الواحد يعني الحمد لله ان الواحد قدر يتصرف ويتدخل ويعمل حاجات ان هو يوصل بيه للدرجه دي. فبسم الله ما شاء الله اللهم بارك. احنا ما بنسيبش الحاجه يعني ان احنا نسيبها ونقول لا ونقعد ونسكت، لا لازم نتصرف. البصلايه، التومايه، حبه الاعشاب طبعا اللي احنا كنا بنحطها في الاول رافع مناعه وفاتح شهيه والحاجات دي. كنا بنحط السمسم بقى للعظم والكالسيوم عشان الفراخ رجلها ما تفتحش، فالحاجات دي في الاخر احنا مش بنحطها. احنا كل حاجه احنا اسسنا بقى من الاول، فكنا بنحط في اول البدايه بقى البضايه طبعا عشان الفرخ، كنا بنحط الزبادي، كل الحاجات دي حطيناها في الاول. احنا ممكن تحطيها برده الزبادي دلوقتي بتفور اللحم وكده برده. يعني لو عندك زبادي وتحطي معلقه زبادي على معلقتين عسل على معلقه خميره على حبه حلبه مغليه في السقايه، جميله جدا. انا طبعا بعمل المشاريب بقى دلوقتي. حلبة، بعمل خميره. طبعا حاطه الخميره النهارده على العلف، فطبعا مش هحط الخميره دلوقتي. طبعا انا حطيت الخميره على العلف، ممكن بقى احطها بالليل، ما احطهاش الاتنين مع بعض عشان طبعا ما يجيش فيه اسهالات. انا ما عنديش اسهالات. طبعا في عندنا طبعا الاوزان كلها مش زي بعضها، في هنا برده صغير بس مش صغير زي اللي هو تحت، لان ده لما جيت اغير علف كان نص كيلو. هم مكبسين في بعضهم. انا طبعا مش عارفه لهم هم عاملين ايه، هم عاملين ايه يعني، هم نوعهم ايه، لان انا شاكه ان هم ما يكونوش كب. انا كنت طالبه كب بس شاكه ان هم مش كب. الكتكوت عالي، وغير كده الكتكوت الكب بيحول من اول يوم، لكن دول مش بيحول، يعني تحويلهم بطيء. انا مش عارفه بقى بعد ال 30 يوم هيحولوا بقى التحويل اللي هو اللي احنا عايزينه ولا لا. احنا معاهم وهنشوف وطبعا احنا ابتدينا نطفي اللوند اللي هي الحمراء بالنهار، لو احتاجناها بالليل هنقيتها عشان طبعا درجه الحراره حسب ما تبقى معاكي، صيف او شتاء. احنا ما بنقيدش صيف او شتاء في درجه الحراره، لان درجه الحراره بنقول عليها صيف او شتاء بنستقبل على 33، وكل 4 ايام بننقص درجه لغايه لما بيوصلوا الاسبوع الرابع بيبقى ممكن 25 درجه، 24 بيبقى مناسبه. وبعدين في الصيف بتبقى الدرجه دي كده هي مناسبه، ما تحطيش تدفئه ولا تحطيش حاجه. وبرده حسب المكان اللي عندك، لو المكان اللي عندك حر فكده مش هتحتاجي بس في التحضير لازم تحطي اللندا. حتى لو المكان حر، المكان التحضير بتاعك لو هتحطي لندا 60، لو هتحطي لندا 100 في المكان اللي انت هتحضني فيه، فلازم اللندا الحمراء عشان هما بيبقوا على درجه 37 الفقاسات. فلازم احنا نحط الدرجه اللي احنا تناسب الفرخ عشان لا يتلم على بعضه ولا يتعب ولا يعمل معانا. ان احنا بنحاول مع الفرخ باي طريقه ان احنا ناخد منه اعلى اوزان زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. الاوزان زي العسل، الاوزان يعني الحمد لله مرضيه عن الايام اللي فاتت، بس يا رب تتمها على خير، واخر الدوره ناخد زي ما خدنا الدوره اللي قبليها. الناس طبعا اللي متابعانا عارفه اللي احنا اللي قبليها كنا واخدين الدوره عامله ازاي، ال4 كيلو وكده. فمش عارفه، مش حاسه ان انا هاخد الاوزان دي. انا بعمل كل اللي عليا والباقي على ربنا. والله جابوا لنا 3 كيلو حلو رضا، وجابوا لنا 2 3 الا ربع، يعني انا عايزه وزن كبير وخلاص. فالحمد لله بنعمل كل اللي علينا. الحلبه طبعا، العسل، الخميره، الحاجات دي حلوه. السقايه برضو تحطي عليها برضو الخميره والعسل والزبادي برضو منشط نمو. لو عملتي زبادي مع خميره مع عسل مع حلبه منشط نمو جميل جدا. فكل حاجه بتعمليها مفيده للفراخ. طبعا احنا دلوقتي ما بقاش الاعشاب زي الاول. كل الاعشاب اللي احنا بنستعملها اللي هي الشيح، والشيح دلوقتي هنمنعه بقى ان هم بيكبروا بيبقى الحمامات بتاعتهم كويسه، وحتى لو في اسهالات بسيطه كده ما بتاثرش عليهم. الفرخ طالما بياكل خلاص وكده احنا يبقى احنا كده احنا عملنا كل اللي احنا يعني اللي ناسبهم واللي وصلنا بيه لدرجه ان احنا شفنا ان احنا بقينا كده يعني الحمد لله. انا كنت في الاسبوع الاول اظن كانت ضعيفه جدا، الاكل كان قليل جدا، الشرب كمان كان قليل جدا. يعني متخيلين فرخه ما يشربش ما ياكلش، شرب قليل. طب يعني حتى لو ما بياكلش ويشرب الميه هترويه شويه وهتعمل، لكن ده لا بيشرب ولا بياكل. يعني سبحان الله ان الواحد قدر ان هو يعمل حاجات كده
طبعا كل الحاجات اللي عملناها احنا قايلينها في الفيديوهات اللي قبل كده، عشان طبعا اللي لسه اول مره يربي ياخد طبعا لو معلومه صغيره هتفيده، ان هو ايه يقدر يتعامل مع لو معاه فرخ زي ما الفرخ ده جاني كده بالطريقه اللي هو كان فيها. فالناس اللي متابعانا عارفه طبعا كانت حالته صعب. فالحمد لله انا فرحانه يعني ان انا وصلت ان انا بقيت كده. يعني هما بسم الله ما شاء الله، يعني ممكن كده بصوا، يعني ممكن تعدي الفرخة 2 كيلو الا ربع، يعني حاجة زي كده. في صغير ممكن برضو كيلو ونص. الصغير ده انا وزنته، اللي هو كنت عازلاه ده، انا وزنته كان نص كيلو. بس انا مش عايزه اغير له برضو العرف الحبايه الكبيره، عايزه اخليه على الحبايه الرفيعه، لان هو كان فقد وزن كتير. فانا او مش عارفه هو هيرجع تاني ولا مش هيرجع. انا بعمل اللي عليا والباقي على ربنا. يا رب اكون افدتكم بمعلومه صغيره. بس بالله عليكم ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وكومنت حلو منكم. زي ما انتم شايفين بصوا، طبعا المكان طالما نضيف الفرخ مرتاح. طبعا هجموا على الخلطه كلوا بعد كده ايه، ما فيش ميه طبعا، لسه هغسل لهم السقايه واحط لهم ميه، فهم هيشربوا ويرجعوا ان شاء الله ياكلوا تاني. والتحويل ان شاء الله ما يقفش معانا، وناخد الاوزان اللي احنا عايزينها بامرك يا رب. اقول لكم حبايبي الغاليين اشوفكم على خير، واتمنى لكم السعاده والخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.